السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عجينه الطعميه في الخلاط بطريقه سهله وبسيطه من غير اي افتكاسات. هتكون ان شاء الله باذن الله ناجحه معاكي من اول مره، وزي ما انتم شايفين لونها حلو جدا وهشه جدا من جوه، ما هياش عجين خالص. والناس اللي بتشتكي وبتقولي العجينه بتفك منها في الزيت، ان شاء الله الطريقه دي مش هتفك معاكي خالص. وهقول لك برده لو فكت معاكي تعملي ايه وتعالجيها ازاي. وهسمعكم دلوقتي صوت بنت الصغيره خالص لما شافت الطعميه وشمت ريحتها قالت لي ايه. ماما ماما ماما. نعم يا ماما. حاضر يا ماما. ماما ماما. ما تقلقوش، ما سبتهاش كده، ادت لها طعميه وكلت وقالت لي مان يعني كمان. وراها لكم بقى دلوقتي وهي في الزيت قبل ما ندخل في الطريقه علشان تكونوا مطمنين كده من اول الفيديو. ما شاء الله ما بتفكش خالص، شكلها حلو جدا في الزيت. يلا بقى ندخل بينا على الطريقه ونشوف مكوناتنا ايه، وسهله وبسيطه ومش هتحتاج اي حاجه غير فول. زي ما انتم شايفين كده الفول بتاعي كان فول اللي هو الفول السليم، بليته لتاني يوم وبعد كده فصصته، شلت منه القشر يعني وفصصته. تمام كده. لو هتجيبي الفول المقشر جاهز فحلو جدا، انقعيه بس ربع ساعه او نص ساعه وبعد كده استعمليه. هنحتاج كمان بصله متوسطه وكمان كام فص توم كده وحزمه من الكرات، وهنحتاج كمان مصفى وحاجه كده نحط فيها المصفى علشان تنزل الميه فيها، وطبعا الريز بتاعنا النهارده وهو الخلاط. بس كده مكوناتنا بسيطه جدا. نحط بقى البصل والثوم ونقطع عليه حزمه الكرات. عندنا حوالي نص كيلو من الفول، انا بصراحه ما وزنتش بس هو حوالي نص كيلو من الفول. تمام. قطعت عليه الكرات حزمه صغيره جدا من الكرات، ما تكتريش عشان ما تبقاش خضره معاكي قوي. طيب فرضنا مش متوفر عندك كرات وعايزه تعملي ضروره طعميه، يبقى هتعملي ايه او ايه البديل؟ هتجيبي حزمه من البقدونس او الكزبره الخضراء واستخدميها عادي. انا بعمل كده لما بيبقاش عندي كرات. تمام كده. هنقلب الحاجات دي كلها ببعضها وبعد كده نجيب درق الخلاط ونبتدي نشتغل على طول. اهم حاجه تركزي معايا بقى في الخطوه اللي جايه دي. هتجيبي درق الخلاط ويحط فيه شويه من الخلطه اللي احنا عملناها، بس ما تزوديش كتير. يعني بصوا هوريك دلوقتي حوالي ربع كده الدورق، ربع الدورق، ما تكتريش. لو كترتي اكتر من كده مش هيلف معاكي كويس او هتضطر انك تحط ميه كتير، واحنا مش عايزين نحط ميه كتير. هنحط شويه ميه برده صغيرين كده. انتوا شايفين كده الميه واصله لغايه ربع برده الخلطه اللي احنا حاطينها. تمام كده. يعني احنا حطينا حوالي ربع الدورق من الخلطه، وحطينا حوالي ربع الخلطه ميه. وعشان نثبت اللي قال مثل باب النجار مخلع صحيح، فالخلاط بتاعي ما بيشتغلش او ما بيفصلش اصلا غير لما بشيل واحط الفيش. يعني الزرار بتاعته مش بتشتغل، فعشان كده تلاقوني بشيله وبحط في الفيش، على الرغم من ان جوزي فن تصليح اجهزه كهربائيه. هصدمكم. المهم عملنا ايه؟ احتاجنا شويه ميه صغيرين حطيناهم والخليط شغال كده علشان يلف معايا كويس جدا. حطينا بقى العجينه في المصفى، نزلي شويه ميه كده، خدنا شويه الميه وحطيناهم تاني في الدورق على كميه تانيه نفس الكميه اللي احنا عملناها في الاول. ربع الدورق خليط وربع الخليط ميه. ممكن تحتاجي سنه ميه صغيره وانت شغاله، ممكن ما تحتاجيش. هوريكي دلوقتي الخليط وهو بيلف. لما تلاقيه بيلف كويس جدا زي ما هتشوفوه دلوقتي، خلاص ما تحطيش ميه. ما لفش ومعصلق معاكي حط ريحه ميه صغيره. انا عملت الكميه كلها معاكم على فكره، بس سرحت الفيديو شويه. ممكن حد يقول لي ان الميه هنا ممكن تبوظ العجينه. لا مش هتبوظ، انت هتحطي شويه بشويه. كل ما تحتاجي تحطي سنه صغيره. حاولي ما تكتريش كده مره واحده علشان العجينه ما تكونش كلها ميه معاكي. تمام. والميه اللي انت بتحطيها بتصفيها، يعني بتنزل تاني من العجينه زي ما انتم شايفين كده. انا حاطه في المصفى، بحط في المصفى اول باول وبعمل كده بالمعلقه بحيث اي ميه زياده بتنزل. ده اخر شويه هنخلطهم وبعد كده هوريكي تحط ايه على العجينه علشان ما تفكش معاكي في الزيت، وبرده من غير اي اضافات كتير واي افتكاسات. وهقول لكم برده لو فكت معاكي في الزيت لا قدر الله تعملي فيها ايه، تعالجيها ازاي. اول ما تخلطي وتخلصي هتلاقي العجينه زي ما انت شايفاها كده سايله، يعني فيها لسه ميه. هتسيبيها بقى كده، هتقلبيها شويه وتسيبيها لغايه لما تصفي ميتها دي خالص. انا بسيبها كده في التلاجة حوالي ساعه لغايه لما اجي استعملها، واول ما تطلعيها هتلاقيها ناشفه زي ما هتشوفوها دلوقتي، ما فيهاش اي ميه خالص. ودي خطوه مهمه جدا عشان ما تفكش منك في الزيت. ما تستعملهاش على طول وهي لسه سايله كده، سيبيها لما تنزل كل السوائل اللي فيها. وهي زي ما انتم شايفين ده بعد ما حطيتها في التلاجة حوالي ساعه وطلعتها صفت ميتها وبقت ناشفه زي ما انتم شايفين، بقت تمام التمام. اشتغلي بقى فيها على طول. طبعا انا مش هقليها كلها، انا هاخد الجزء اللي انا هقليه والباقي هحطه في الفريزر. هعبيه كده في كيس بلاستيك وبعد كده اربطه كويس جدا واحطه في
كمان كيسين كده 3 وبعد كده احطهم في الفريزر. طيب حطينا على العجينه، حطينا حوالي معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره الناشفه، حوالي معلقه برده من الملح. تمام كده. بصوا بقى هحط ذره بسيطه جدا، حاجه بسيطه كده، رشه بسيطه من الكربوناتو. تمام، كربونات الصوديوم، او ممكن تستبدلي الكربوناتو ده خالص لو ما بتحبوش، وحطي نص معلقه من البيكنج باودر. انا ساعات بعملها بالبيكنج باودر، وبرده نادر جدا لما بعملها بالكربوناتو. النهارده استخدمت كربوناتو. تمام، فحطيت رشه بسيطه جدا، ما بحبش اكتر كربوناتو. اولا لو كترتي كربوناتو بتسودي معاكي، ثانيا ممكن تفرش معاكي في الزيت، ثالثا غلط على الصحه انك تكتري اصلا من الكربوناتو اللي هو كربونات الصوديوم. تمام كده. بعد كده تقليها عادي جدا في الزيت، شكلها بقى كبيره، شكلها صغيره، صوابع كفته زي ما انت حابه تشكليها. انا حشيتها بالطماطم، حابه تعمليها ساده بالطماطم، تحشيها بصل، اي طريقه انت حباها. وطبعا برضو حابه تحطي سمسم فحطي. عندي بقى مشكله، كل ما اجي احط العجينه في الزيت او راح الزقها كده في حرف الطاسه، مش عارفه ليه ايديها بتعوج ليه، مش عارفه. يمكن علشان كنت بحط بايدي الشمال وانا ما بعرفش اعمل اي حاجه بايدي الشمال، فعلشان خاطر الترايبود كان محطوط والتصوير وكده، فكنت بحط العجينه في الزيت بايدي الشمال، فما كانش بتظبط معايا بقى، تروح لازقه كده في طرف الطاسه. فاللزقه دي ممكن تفرفت معاكي كده حتت منها، بس مش مشكله، مشيت وبقت تمام والحمد لله، ما فكتش معايا في الزيت ولا اي حاجه. طيب فرضنا ان هي فكت معاكي في الزيت، تعملي ايه او تضيفي لها ايه؟ ضيفي لها بقى بيضه او بيضتين على حسب العجينه اللي انت عاملاها، يعني كتيره او شويه، حطي بيضه كده عليها، او لو عجينه كتير حطي بيضتين. تمام، وقلبي البيض فيها. تمام، واستعملي لو انت بتحبي البيض، يعني لو انت بتحبي البيض في الحاجه ما بتقرفيش تقولي زفاره ما اعرفش ايه، فحط بيض. البيض حلو جدا بيربط العجينه. وحاولي ما تكتريش من الكربونات زي ما قلت لك. وعلى فكره برضو ممكن لو انت هتستخدميها على طول ما تحطيش كربونات خالص، يعني لو انت هتعملي العجينه وتسيبيها يا دوب مثلا ربع ساعه تصفي ميتها، مش هتسيبيها مثلا ساعه زي ما انا سبتها، ربع ساعه بس او حاجه تصفي ميتها، ممكن تستخدميها على طول اصلا من غير اي مواد رافعه، يعني من غير كربونات ومن غير بيكنج باودر، من غير اي حاجه، استخدميها كده. تمام، لقيتيها مشيت معاكي وتمام، ما تحطيش اي حاجه. لقيتيها عايزه ماده رافعه مكتوبه، فحط لها بقى ماده رافعه. وحاولي ما تعمليهاش، يعني ما تستخدميش العجينه وهي لسه سايله قوي. فبعتذر جدا يا جماعه اللي انا بحط على ورق كراريس، فبصراحه ما كانش عندي مناديل، وكمان ما كنتش لاقيه ورق ابيض خالص ان انا اطلع، اضطريت اسفه ان انا استخدم ورق الكراريس. طبعا شلته من الورق ده خالص وحطيته في الطبق. اعتمدوا الطريقه دي عندكم، هتعملوا اسرع طعميه في الخلاط، طريقه سهله جدا وكمان ناجحه جدا زي ما بتشتريها في المحلات، ويمكن افضل واحسن وانضف كتير. وطبعا كلنا عارفين خطوره الزيت اللي بيستخدموه في المطاعم، بيتكرر كذا مره، وبلاش بقى نتكلم، فبيجيب لا قدر الله امراض وحشه، فنبعد بقدر الامكان عن اكل المطاعم. نحاول نعمل حاجتنا بنظافه في البيت. لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه ولو حاجه بسيطه، فما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه تشجيعا كده منكم، ويا ريت كومنت حلو منكم. ولو اي حد عنده اي استفسار، اي سؤال، اي فكره فيديو عايزني ان انا اعملها، يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هرد عليه او هلبي له طلب. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.